اعتقد خلصت، مو خلصت، بس يعني لاعب يحتفل ينطرد، بيا قانون بيا تحكيم، يعني هذا الطرد صحيح؟ هذا العراق والله يشوف، يعني لاحقين حتى هنا الحكام، حتى هنا ورا العراق، وين بعد نروح نلعب؟ يعني هذا الحكم لاعب يحتفل الطردة، وين صايرة هاي بيا قانون؟ ما صايرة هاي ابد. وين الاتحاد؟ وين الفيفا؟ وين طرقعة السوداء؟ يا اخي باوعوا على اللعب، يعني لاعب يحتفل ينطرد، خل يلطم عليه، يلطم لو ينحى. حساب حظه وما اخذ الحكم، حساب حظه وما اخذ. جماهير جد، هاي الجمهور اللي يشوفوه حاليا هو اكثر من 15 يوم الى 18 يوم مناظر على وجودهم داخل الملاعب. صار ممتعه، احنا شجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه للاعبين، تحيه لهذا الجمهور اللي حضر سند العراق. اسف صوتي رايح شويه، خافت صوتي من ورا التشجيع. هو الحظ، كرة القدم نعرفها حظ، بس مو بهاي القسوة يعني على المنتخب العراقي. طارق ايمن حسين اثر طبعا، اثر، والحكم عنده سوابق ويا المنتخب العراقي، عنده سوابق ويا المنتخب العراقي، والتاريخ يذكرها، عنده سوابق، طلعنا مرتين عليه هذا الحكم. حكم اليوم ظلم ايمن حسين، ايمن حسين دي يعتبر ويا اللاعبين، لا نساعد رئيس، لا سوى اي شيء، مجرد يعتبر منه على اساس يطرده. هي اللعبة اصلا مشدودة، ما يصير يطرد، خلاص ما يستحق الطرد. ثلاث مباريات يحكم لنا هذا الحكم، زادت الخساره وتفاعلنا منه، يعني شاعرنا منه، قلنا ان شاء الله نعبر هذا الشيء، وهذا الشيء يعني ما راح نتاثر به اذا كان 3 خسارات او 4، بس يعني احتفال اللاعب شنو سببه يطيب كرت ثاني واحمر؟ هاي احتفال، شو وقت ما كان يقدر يحتفل اللاعب لا مدار الملعب، هاي بكل مكان، خلي يرجع اي واحد يرجع يشوفها بكل مكان. اللاعب من يقول يحتفل كيف ما يريد ويدخل للساحه، هذا الحكم ما يخصه، يجي يعطي اصفر واحمر ليش؟ شنو سببه؟ هارد لك ما اقدر، حتى ما اقدر احكي معك، ما اقدر احكي والله.